هلا ومرحبا فيكم في بودكاست حياة ميمونة. أنا ميمونة اللي دائما تحاول تمشي يومها بهدوء، بس مخها يقول تذكرين ذيك السالفة اللي تفشل قبل 7 سنوات؟ اليوم موضوعنا بيخليكم تضحكون ويمكن تستحون ويمكن تقولون أخ بس ليش تذكرت. عنوان حلقتنا اليوم: المواقف اللي نتذكرها فجأة تخلينا نضحك أو نستحي. تخيل تكون قاعد وساكت في أمان الله، ما في شيء، فجأة تذكرت يمكن تتمشى ويا جروب الربع في أحد المجمعات وخذ لك زلقة، أو تذكرت قلت كلمة بالغلط حق المدرس قبل مليون سنة طبعا. هل انتوا جاهزين تفتحون باب الذكريات؟ مستعدين ولا لا؟ يلا خلونا نضحك شوي ويلا نبتدي. أكثر شيء يرجع لنا فجأة يوم طحنا أو قلنا شيء ما له داعي وكل العالم كان يطالعنا. مثلا كنتوا في عرس وياتك واحدة تقولك يلا قومي رقصي قومي، وقمت رقصتي بكل حماس لين ما خلصت الأغنية وانت تشاوطين من أول الصالة لآخرها، رايح راد صدرد صدرد. ويوم خلصت الأغنية تقولك ترى ما ناديتك، انت ناديت اللي يمك أو اللي وراك. ويا الفشلة، ويا كثر المواقف اللي نرد فيها برود أو ما تطلع الكلمة بسرعة. تبي نرد تحوسين مخك ما فيه، لكن عقب 5 سنوات يجيك الرد المثالي. الرد بتتصل تقول له اوه ترى بغير الرد اللي تخيلوا فيها الاوبشن، بغير الرد اللي قلت لك اياه من ساعة بقول شي غير. مثلا في واحدة قالت لي انتي دوم متأخرة، قلت ايه. عقب 2 سنين وانا غسل المواعين طلع لي الرد، على الأقل ما تأخر في رد الجميل. بس خلاص وين راحت اللحظة، ما يمدينا تصلها قلها بقول شي غير، طافت 2 سنين. أما الطفولة أحلى مرحلة، بس بعد أكثر مرحلة تخلينا نحط يدنا على وجهنا من الإحراج. يعني أي شي كنا نسويه نحس إنه طبيعي، بس لما نتذكر اليوم نقول شلون الأرض ما انشقت وبلعتنا. عاد أيام الروضة والغرور، يوم كنت في الروضة دايما كنت أقول للناس إن أنا اللي علمت التلفزيون يغني. فيلسوفة أنا من يومي مايسترو. وقعدت أشرح للمدرسة إن أنا غنيت أول وبعدين هم قلدوني. طبعا كنت أتكلم عن سبيستون: من يعرف كيف يكون محبوبا بين الناس، يسعى ويحاول نشر السعادة. ولا مسرح المدرسة، أوه أوه في صف الثاني ابتدائي كان دوري الشيرة. اي نعم دوري الشيرة في المسرحية. وكل ما يقولون لي قولي جملتك أقول أنا شجرة وارجع اسكت، ونسيت باقي الجملة اللي هي كانت تقول تمدكم بالثمر والظل. وقفت بس عند أنا الشجرة والكل طالع يقول وبعدين خلاص أنا شجرة، انتهى الموضوع. ولا سالفة الشرطة قبل، هذه مشكلة اليهال إذا يتابعون أفلام مصرية أو مسلسلات. تخيل لو شفت شرطي في الشارع، كنت صغيرة وأسوي لذيك التحية العسكرية سيريس كانت، وصرخت تمام يا فندم. هو انصدم وانا شردت طبعا، نعم وقف لك يعني تكلبتني ولا شنو، شيل عليه. احنا كنا صدق نعيش اللحظة، على بالنا ان احنا مشاهير ابطال مغنيين، بس كنا نحرج روحنا بدون ما ندري. والمشكلة مخنا ما ينسى، يحب يرجع لنا كل المواقف ذي لما نكون راقدين نشتغل ولا نبي نرتاح شوي. أما سالفة الغنى خلوها على صوب بس. الليل يوم وياي وملازمتني ومفشلتني في كل مكان، الناس سيريس ومضغوطين وانا يا الموز يا الموز، لا صوت لا لحن لا، بس المهم انا وين والموز وين. وفي مواقف نضحك عليها بعدين، بس وقتها نبي ندفن روحنا. مثلا مرة طرشت صوت حق رفيجتي أضحك فيه على رفيجتنا، وبالغلط
فرشت لها هي، عاد كتبت لها عقب: هذه مو لك بس وصلت تراني اتغشمر. لان الله بغى يفضح الواحد خلاص تركي عنك العقرة مو لازم ترى. ومرة في مقابلة عمل سألني المدير: ليش تبين تشتغلين عندنا؟ قلت له عشان الراتب. ضحك هو طبعا، بس انا اختفيت داخلي. وين المخرج؟ وين الباب؟ طلعوني يا ارضي شقي وابلعيني. عاد صدق احنا شلون نداوم يعني؟ ليش ندور شغل؟ عشان الراتب، بس هم يحبون يمكيجون الموضوع. ولا مرة كان عندي دوام وشفت واحدة عبالي رفيجتي وقمت اناديها، والمشكلة نفس موترها بعد، وهي تحوس داخل السيارة. البنية تحوس تحوس وانا ابد انادي: فطوم فطوم فطوم، واروح لها وادعس راسي بعد وياها في السيارة اشوف ليش حشرتها. خلاص ما ردت عليك، لا لا انا بيها اشوف. واخر شي صدق طلعت مو بهي، مو رفيجتي، مو فطوم. ومن الاحراج قلت له: اوه انتي مو فطوم رفيجتنا. صباح الخير شلونك حبيبتي، مع السلامة، واركض اسرع ما عندي. اتوقع اني صرت سالفتهم ذاك اليوم. انا حشرتها من البداية، ما ردت خلاص امشي، لا ادش وياها. انزين خلونا نتخيل شوي. لو رجعنا حق نفس المواقف اللي صارت لنا، هل بنتصرف بشكل ثاني ولا بنضحك أكثر؟ عن نفسي بقول خلوني أطيح مرة ثانية، بس أحد يصورها ونضحك عدل. ألزم علينا نضحك يا جماعة، خلاص كفاية صياح وبكي ونكد، نضحك ها. وهني نوصل لنهاية حلقتنا يا جماعة الخير. المواقف المحرجة هي بهارات الحياة. لو ما طحنا، لو ما استحينا، لو ما قلنا شي نندم عليه، كان ما صار عندنا هالمكتبة من الذكريات. عاد إذا تذكرتوا شي وانتوا تسمعون، ضحكتوا ولا استحيتوا، لا تنسون تقولوا حق مخكم شكرا انك ما نسيتني اني انسان. كانت معاكم ميمونة من بودكاست حياة ميمونة، اللي تضحك من قلب حتى لو كان الضحك على روحها. نشوفكم في الحلقات الجاية، مع السلامة.